بقى لي فترة طويلة باحاول أعمل أي مجهود أو أمارس أي رياضة، لإن أنا بقى لي حرفيًا سنين ما عملتش ده، وده كان على أثره اللي أنا بمجرد لمّا باعمل أي مجهود أو لمّا باعمل أي حاجة باتعب جدًا وبيبقى نَفَسي رايح، وكمان طبعًا وزني زاد جدًا، على الرغم من إن أنا كنت زمان يعني رياضي جدًا، كنت ضابط في الجيش، خصوصًا فترة أيام الجيش اللي أنت كان عندك يوميًا في طابور اللياقة، لازم تقعد مثلًا ساعة بتعمل لياقة، ولازم بشكل يومي ده بتمارسه. حتى أنت لمّا كنت أنت مثلًا بتبقى في الجيش والّا حاجة وبتنزل أجازة، بتلاقي نفسك اللي أنت في أيام أجازتك بتصحى من بدري، وبقى عندك الhabit اللي أنت بتمارسها في فترة الاستمرار دي، ويوميًا بتبقى عايز تعمل أي رياضة، عايز بقى تعمل طابور لياقة في البيت، عايز تركب عجلة وتنزل، كل ده أنا كنت باعمله، وكل ده أنا كنت مستمر عليه يوميًا. فعلشان كده حتى في حياتنا الطبيعية لازم يبقى في habit التعلم أو مهارة التعلم الدائم المستمر. كان في مهارة التعلم المستمر اللي أنت دايمًا لازم كل يوم تشوف لك tutorial معينة في حاجة معينة أنت عايز تتعلمها، تقرا لك ورقتين من كتاب معين أو عايز مثلًا تتعلم حاجة أو تخلّص حاجة، فدي كانت لازم تعملها بشكل يومي أو دي عادة لازم تبقى بتمارسها. ده دلوقتي بقى مش ما بقاش في كمان حاجة اسمها التعلم المستمر، بقى التعلم المستمر السريع، ده لازم أنت دايمًا تبقى دي عندك المهارة، لإن التسارع حوالينا بقى بشكل هستيري وشكل جنوني، حرفيًا اللي كان أصلًا عنده المهارة دي ما بقاش ملاحق، فما بالك بقى باللي هو لسه بيبدأ يحاول. فإحنا لازم في الفترة دي الصعبة دي اللي إحنا لازم نبقى دائمين أو دؤوبين التعلم، ويبقى عندنا ورد يومي زي القرآن كده، اللي أنت يبقى عندك ورد يومي من التعلم، سواء بقى بتدخل على tutorial أو عايز تبدأ تشوف حاجة معينة وتبدأ تدوس فيها أكتر، وحتى أجازتك ما تضيعهاش في اللي أنت بقى إيه عايز تخرج أو تتفسح أو حتى مصيفك. يعني أنا مسافر مثلا مصيف، بصحى الصبح بدري لسه الأولاد ما صحيوش، بقعد أفتح اللابتوب بتاعي، أبدأ أشوف مثلا حاجة أنا بذاكرها، أشوف لي درس أو اتنين، على نهاية المصيف ممكن أكون مخلص الكورس بالكامل. فدي مهارة مستمرة لازم تبقى عند أي إنسان في الوجود، لأن الوقت الحالي بقى وقت الليرنينج والسبيد ليرنينج، أو إنك تتعلم بسرعة، ده بقى مهم جدا. وده طبعا بتقدر تشوفه من خلال المنصات التعليمية والديجيتال كورسز اللي انت تقدر مثلا تدخل عليها. عايز بقى تتعلم بقى اي اي، تتعلم اكسل، باور بي اي، وات ايفر انت عايز تتعلم ايه، بتبدا تدخل على المنصات التعليميه دي وتبدا بشكل يومي تحاول تخلص الكورسات بتاعتك في اسرع وقت ممكن. ده بقى ممكن تدخل على يوديمي، ممكن تدخل على لينكد ان